وعلى قد ما مسؤوليتك تقدر. سؤالي كان عن البرادعي. السؤال كان على تحديدا استقالة البرادعي، هل في وراها أسرار خبايا حصلت هنا في الاتحادية؟ هل هناك مدى تأثيرها على الغرب؟ يعني في ناس كتير قالت كلام كتير في الحكاية دي. يعني طبعا يعني لحظة القرار وحيثيات القرار أعتقد الدكتور برادعي هو أقدر واحد يرد عليها، ما أقدرش أنا أرد عليها. إنما ما أستطيع أن أؤكده أنه ما كان قبل القرار لم يكن يوحي بأي شكل من الأشكال أن قرار مثل هذا سيتخذ. يعني ده اللي أنا أقدر أؤكده. ما كان قبل القرار يعني لا يوحي إطلاقا على مستوى فريق العمل. إحنا فريق موجود. يعني أنتوا كنتوا قاعدين قبليه بيوم مع البرادعي أو يومين أو 3؟ قبلها بيومين على الأقل. مين فريق العمل؟ معلش فريق العمل اللي أعني بيه في ممكن يكون فريق على مستوى الرئاسة اللي هو طبعا رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، المستشارية بمن نمثلها. في فريق عمل آخر اللي أقصده اللي هو كان بيدير الأزمة اللي هو ما يسمى مجلس الدفاع الوطني اللي هو موجود فيه طبعا الرئاسة. طبعا موجود، طبعا كان موجودة فيه الرئاسة. يعني احنا من الرئاسة موجودين فيه، موجود فيه وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الخارجية، كل ده موجودين. هذه اللقاءات اللي كانت موجودة في هذه الأطر يعني لم يوجد فيها ما يشي أو يوحي بأن هو نصل إلى القرار أو نصل إلى هذا القرار. أولا الأطر دي لازم نؤكد أن هذا الفريق هو فريق في النهاية. يوجد اختلافات في الرأي، ده طبيعي. يوجد من يرى الأمور من زاوية ومن يراها من زاوية أخرى، ولكن في النهاية هذا فريق، فبنوصل في الآخر إلى قرار جماعي موحد. يعني أنا ممكن أكون متحفظ على شيء، بقول تحفظي، بس ما ينتهي إليه قرار الجماعة أو قرار الفريق يعني بيقبل وبيمشي. فكنا على هذا المستوى لم يوجد أي دلائل تقول أن يعني في تصعيد على المستوى النفسي يصل ب يعني فرد منا أو يعني حد من هذا الفريق لن يصل لهذا القرار. فعشان كده أنا بقول الحيثيات تخص الدكتور برادعي، يعني أنا ما أقدرش أتكلم فيها يعني. بس هو الدكتور برادعي أشار في استقالته إن كان في حلول أخرى. هو طرحها هل طرحها في المجلس الصغير ده؟ لا، أقدر أقول إن هذا الكلام يعني غير دقيق. بمعنى بمعنى إن إحنا في كلام في المطلق يا أستاذ محمود. نعم. وفي كلام على أرض الواقع. بمعنى إن لو جيت ننسى حتى موضوع رابعة والنهضة أو غيره، لو جيت قلت لحضرتك أن الدولة تقوم بمداهمة وكر إجرامي وحضرتك وزير الداخلية المصري هتقول للناس بتوعك يعني لضباطك حاولوا أن يكون خسائر في الأرواح 0. مش كده؟ ده الكلام في المطلق طبعا. بس هتكون أنت متوقع لأنك إنسان مرتبط بأمر الواقع وأرض الواقع أن هناك خسائر محتملة من رجالتك أو من رجالك ومن الجانب الآخر. الطبيعي أن أنا ابقى عارف ان هو ده الاحتمال الاقرب للحقيقه، الاحتمال الاقرب للحقيقه الواقع بالظبط الواقع. يعني كل منا يتمنى الا يصاب باي اذى، بس زي ما بيقولوا النزول للشارع كل يوم هي 50-50 تشانس، ما حدش فينا عارف هو هيجرى له ايه. بس القرار بارتباط على امر الواقع او ارض الواقع يوجد محددات، انا بسميها محددات واقع. نعرف اننا دوله قررت انها تستخدم أدواتها في إقرار القانون على الأرض، في منع التعديات على المواطنين، في منع حالة من حالات الاعتداء المسلح على عاصمة. يعني احنا القاهرة كانت تحت الاعتداء المسلح، لازم نكون احنا فاهمين هذا الكلام. صحيح. لما يجي يكون دولة وأحد نقدر نقول القائمين على هذه الدولة بيبقى عارف ان هو بيجي يعني يدافع عن حق هذه الدولة، ان في حالة كده مخملية او حالة افتراضية انه لن يحدث اي اذى لاي طرف، ده ما اسميهوش حل، ما اقدرش اسميه حل، ما ينفعش. ما اقدرش اقول والله لجنودنا اللي في سينا، مش واقعي بالظبط. ما اقدرش اقول لجنودنا اللي في سينا طهر سينا من الارهاب بس لا تقتل ولا تقتل. اقولها له ازاي؟ ما ينفعش. مش كده ولا ايه؟ ما اقدرش اقول لضابط شرطه نازل عارف ان هو بيداهم وكر اجرامي ما، اقول له خلي بالك هؤلاء مسلحون ومرصود الاسلحه عندهم، بس خلي بالك برضو لا تقتل ولا تقتل. اقولها له ازاي؟ يعني في الاخر زي ما رجعنا مره ثانيه، وده عايز اقول دي جدليات موجوده في الغرب كتير. زي مثلا بيجي في بعض العواصم او في بعض الولايات في امريكا يقول لك ان مثلا عقوبه الاعدام يلزم ان نلغيها. ليه؟ لانه بيتكلم في المطلق، يقول لك فكره القتل مرفوضه، جريمه الاعدام هي يعني على المستوى الاجرائي هي عمليه قتل، انما في حقيقتها ايه؟ ربنا بيسميها احياء، مش كده ولا ايه؟ طبعا. وعشان كده في كتير من الاحوال التصور او الكلام في المطلقات ده كلام لا يعول عليه. يعني اي حد يتحدث في المطلق باسم ان هناك حلول اخرى. هل في الاجتماع كان في كلام عن المطلق ده؟
يعني كان كان كلام من الدكتور هذا عن الكلام، المطلق لا ده؟ الكلام اللي ممكن نسميه المطلق ما ده اللي كان الغرب كان بيتكلم فيه. يعني كان بيجي مثلا في لحظه ما لما نيجي نتصور ان يطلب ان يقال ان الحل ان كل من ارتكب جريمه يعفى عنه، ان يلزم يعني عفى الله عما سلف بفكره ان هو اللي قتل قتل واللي روع روع، وكده يبقى الدوله قامت بدورها. تمام. كده يبقى الدوله ما قامتش بدورها، مش كده ولا ايه؟ تمام. الدوله تقوم بدورها باقرار القانون. القانون بيقول والله، وقلنا الكلام ده في منتهى الصراحه، قالوا سياده رئيس الجمهوريه في احاديث مباشره. انا عايز اقول ان من ضمن الحاجات اللي انا برضو محتاجين مع حضرتك نطور تواصلها مع الناس، اللي هي عباره عن ايه؟ حين تتحدث الدولة ليس بالضرورة أن يتحدث مسؤول عنها بلسانه هو، لكن في حاجة اسمها بيانات واضحة بتصدر. احنا في بيانات طلعت، أنا ممكن أقول لحضرتك تواريخها من يوم 24 يوليو 27 يوليو 3 أغسطس، دي بيانات اسمها مجلس الدفاع الوطني. ثم في بيانات رئاسية يوم 7 أغسطس ويوم 14 أغسطس. ثم في خطبتين رئاسيتين، واحدة فيهم كانت في العيد وقبلها. دي كانت خطب مناسبات، بس لا كان فيها كلام، وده كان اللي فيها أنا طبعا بقوله. مضمون. في البيانات بقى لو خدنا مجلس الدفاع الوطني، حضرتك اقرا فقراته من يوم 24 هتجد تؤكد الدولة أولا على حق التعبير لكل مواطنيها، على حماية حق التعبير، على ضرورة حماية حق التعبير السلمي. لأن أنا مع حضرتك قبل كده قلت لك أرجو ما أرجوه إن تنظيم الإخوان ما ياخدناش إلى لحظة يصبح هو سببا في الإرهاب. أنا قلت مع حضرتك يوم 19/6. أيوه. يتحولوا بعد شوية إلى أن المجتمع يبارك مواجهة الإرهاب، ونصل إلى خط فاصل كده إن شاء الله مش هنوصله، اللي هو الفارق ما بين مواجهة الإرهاب وقمع الناس. وده اللي احنا مش هنوصله، ده اللي احنا وصلنا له في الثمانينات مع عيد مبارك. ده اللي الناس لما باركت لمبارك أن يقوم بمواجهة الإرهاب بعنف، مبارك